تعرف ليه بيوت اليوتيوبرز شكلها أحلى من بيتك بكتير؟ الموضوع مش في المودات أو الشادرز، في 5 أسرار في بناء محدش بيقولهم لك. تحول بنائك من نوب لبرو بس ثانية. أنا مين أصلا عشان أقولك نصايح؟ أحب أقولك إني بقالي 4 سنين ببني بناءات زي القلاع أو البيوت الريفية، فأنا ممكن أفيدك حرفيا إنك تبقى محترف بناء. ويلا بينا مع أول سر، واللي هو الدبس أو العمق. أكبر غلطة إنك تبني حيطة مسطحة. اليوتيوبرز المحترفين بيطلعوا الأعمدة لبره بلوكة وبيدخلوا الشبابيك لجوه. الحركة دي بتخلي شكل البناء أحسن، وأظن إنك هتحب أكتر الحيطة اللي فيها الدبس. تاني سر واللي هو التكسترينج أو تدرج الألوان. اوعى تبني بنوع بلوكات واحد، اخلط بلوكات شبه بعض في اللون. يعني مثلا لو انت بتبني بيت ميديفال، يبقى انت هتحتاج ستون بريك وكابلة ستون واندسايت وستون عادي. اما بقى لو بتبني بيت فانتسي، يبقى انت هتحتاج الوان واضحة، الدارك اوك، كونكريت بنفسجي وبس. انا مش تخصص فانتسي فمش هعرف افيدك اوي. التكسترينج بيدي روح للبناء وبيخليه شكله واقعي اكتر. تالت سر واللي هو الديتيلز زي السبروس ستيرز او التراب دور. والحاجات دي مش مجرد بلوكات زيادة، دي حرفيا اللي بتخلي البناء اسطوري. اول حاجة حط الستيرز حوالين الشباك، واستخدم التراب دور كأعمدة رفيعة. التفاصيل دي هي اللي بتفرق بين المحترف عن المبتدئ. السر الرابع واللي هو اللاندسكابينج. البيت مهما كان حلو هيفضل ناقص لو الأرض مسطحة. بدل ما يطلع كده، حط شوية ورق شجر طالع على الجدران مع طريق متكسر بالجروف وشوية ورد. دول بيخلوا البيت جزء من الطبيعة، وده اللي بيخطف العين. السر الخامس واللي هو الروف أو السقف، وده ستايلاته كتير بس دول أسهل وأحسن ستايلات. أول واحد كله سبروس ستيرز ويعتبر سهل، والتاني برضه سهل هيبقى كله سبروس سلاب. أما التالت ميكس مع السبروس ستيرز وسبروس سلاب وبلوكات السبروس. هتحط ستيرز وستيرز بالعكس وبلوكة وسلاب وستيرز، ولكن مش عايزينه كده، هنحطه بالشكل ده، وبلوكة وستيرز وستيرز بالعكس وبلوكة وسلاب وستيرز بالعكس وبلوكة وستيرز، ونعمل ستيرز بالشكل ده ونحط برضو فوقيه ستيرز، وكده نكون وصلنا للنص. نفس الكلام هنعمل نفس اللي عملناه في الناحية التانية، بس هننزل بدل ما نطلع وبس كده. طبق ال5 أسرار دول في بناياتك وقولي النتيجة. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نوصل 500 متابع قبل الشخص ده. كان معاكم عبد الرحمن، سلام.